وفاة التيك توكر شريف نصار بعد حملة من الانتقادات تثير الجدل والحزن في زمن أصبحت فيه منصات التواصل الاجتماعي مسرحاً للتفاعل اليومي، لكنها أيضاً ساحة للهجوم والانتقادات القاسية. تبرز قضية وفاة صانع المحتوى الشهير شريف نصار كواحدة من القصص التي تدق ناقوس الخطر حول تأثير التنمر الإلكتروني على الصحة النفسية. وفاة نصار فتحت باباً واسعاً للنقاش حول مسؤولية الجمهور وحدود حرية التعبير، خاصة تجاه الشخصيات العامة. توفي مساء اليوم شريف نصار في ظروف أثارت حالة من الجدل والحزن بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تعرضه لحملة واسعة من الهجوم والانتقادات خلال الأيام الأخيرة. وكان نصار المعروف بمحتواه الكوميدي واليومي قد واجه موجة من الانتقادات الحادة بسبب بعض مقاطع الفيديو التي نشرها مؤخراً، مما أدى إلى موجة من السخرية والجدل على منصات متعددة. ووفقاً لمصادر مقربة من أسرته، فقد تعرض شريف لحالة نفسية سيئة نتيجة الهجوم المتواصل قبل أن يعلن عن وفاته مساء اليوم. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير لم يتم الكشف رسمياً عن أسباب الوفاة أو تفاصيلها الدقيقة. سادت حالة من الحزن والأسى بين متابعيه، حيث عبر عدد كبير منهم عن صدمتهم من الخبر، مؤكدين ضرورة تعزيز الوعي بخطورة التنمر الإلكتروني وتداعياته النفسية، خاصة على صناع المحتوى الشباب الذين يتعرضون لضغط جماهيري مستمر. يذكر أن شريف نصار كان يتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة تجاوز عدد متابعيه مئات الآلاف، واشتهر ببساطته وتفاعله العفوي مع الجمهور، ما جعله من الأسماء البارزة في عالم صناعة المحتوى الكوميدي على المنصات الرقمية.